وسنة 1928 في اجتماع للفيفا في امستردام، جون ريمي عرض عليهم الفكرة ووافقوا. كوب دي مندو كاس العالم، بطولة عالمية هتتلعب كل 4 سنين، هيشارك فيها منتخبات من كل دول العالم. الفيفا وافقت لكن بشرطين، محتاجين دولة تستضيف البطولة وهي اللي تتحمل كل التكاليف، لأنه وقتها الفيفا ما كانتش غنية بالشكل اللي موجود عليه دلوقتي، كانت مجرد هيئة صغيرة. وتخيل مين أول دولة قررت تستضيف أول بطولة عالمية كاس عالم؟ أوروجواي، بلد صغيرة في أمريكا الجنوبية، اللي قالت أنا هستضيف البطولة وهتحمل التكلفة وهبني استادات مخصوصة ليها. وده لأنهم كانوا كاسبين أولمبياد 1924 و1928، وكانوا بيحتفلوا باستقلالهم للسنة ال100 سنة 1930. طب حلو، الفيفا وافقت ولقينا دولة هتتحمل التكلفة وتستضيف البطولة، ازاي نذيع الخبر ده للعالم؟ في الوقت ده ما كانش فيه تلفزيون، فاتذاع الخبر في الإذاعة الرسمية الأوروجواي وفي الجرايد، وبدأت الفيفا تبعت دعوات للدول عشان تشارك. بس الناس والدول وقتها ما كانتش متحمسة قوي للفكرة، لأن هي غريبة عليهم، يعني بطولة عالمية وبره الأولمبيات للكورة. بس الصحافة الأوروبية عشان تحمس الناس إن هي تشارك وصفتها بمغامرة كروية عبر المحيط. بس كان لسه في مشكلة.